خالد الكريشي تهرب منك؟ لا لا ما نهربش، بالعكس انا مقدمه قضيه بيدي. من هو خالد الكريشي رئيس لجنه التحكيم والمصالحه بهيئه الحقيقه والكرامه؟ هو زميلي، هو عضو طبعا بالهيئه وكان رئيس لجنه التحكيم والمصالحه. طبعا انا مشيكي به من بين يعني العديد اللي يعني شكيت بهم في ملف فساد يتبع في التلاعب بالاتفاقيات التحكيميه. كما قلت لك انا كنت نائبه رئيس لجنه التحكيم، عينت برشا شبهات، برشا وقائع مخالفه للقانون، فحولتها للنيابه العموميه، وفما ايضا وصار سماعي بالطبيعه. لكن انت تعرف فما حصانات اليوم في البرلمان، فما اطراف يعني عندها حصانه سياسيه، فما اللي عنده حصانه قانونيه، كل واحد وكيفاه عنده. السيد خالد الكريشي يطلب يعني وقت. السيد خالد الكريشي هو رئيس لجنه التحكيم والمصالحه بهيئه الحقيقه والكرامه، وهو محامي المدعي عليه المسمى الناس كل تعرفوا اكيد سيد الازهر اسطع. شوف بالنسبه للملف نحن لهنا لحظه مدام تيال نوضح للناس، اليوم نحكيو على ملف في قداش من مليار؟ 16؟ لا في اكثر من 115 مليار أكثر؟ حاليا في اكثر من 115 مليار. نحكيو على ملف في اكثر من 115 مليار، وينجم يكون اكثر لما الحكم نتاع الهيئه في الاخير كان في 115. القاضي هو المحامي. فهمنا فسر لي الحكايه في يدك 5 دقائق. وشفت بسبب الملف هذا هما حاولوا اخراجي والتخلص منه من الهيئه. تفضل. بالنسبه للملف هذايا في البدايه انه ليش تحكيم المصالحه خدمت يعني في خارج الشفافيه تماما، وهذا كانوا ديما يعترضوا عليه مجلس الهيئه. وللتذكير دائما على لسانك خاطر اتهامات كبيره، الاتهامات والورقه هذه عرضتها سابقا في موزايك قبل اكثر من عام، وفي شمس فام وفي عده مواقع اخرى. والله للامانه كانت تقول لي انا تعديت هذه في موزايك، اي تعديت ولا تعديت في شمس، واليوم ما فماش حتى صدى، معناها على الدنيا السلام. اي على الدنيا مع الاقاله الاخرانيه وايقاف السيد وزير البيئه اللي تم اقالته دارنييرمون اللي هو نهارين التالي، نتصور اليوم السيد هشام المشيشي باش يعطي لفته كبيره للاوراق هذو اللي تلقاهم عند مدام ابتيال عبد اللطيف. ربما هم موجودين لدى القضاء، ان شاء الله القضاء ياخذ مجراه. شوف بالنسبه للملف هذايا قبل كل شيء نعطي بسطه انه السيد خالد الكريشي وقت اللي هو رئيس اللجنه شكون كان في الطرف المقابل؟ طبعا وزير املاك الدوله، وقبل يعني كاتب الدوله للشؤون العقاريه، والسيد مبروك كرشيد. سيد زيد تقول لنا انه المتخاصم واللي معناه الشيك عندهم نفس الشركه. لا هو الشيكي، نسيت هذه مهمه النقطه، الشيكي السيد ولا اللي مقدم الملف، اللي مقدم الملف هو السيد الازهر اسطع عن طريق محاميه خالد الكريشي اللي هو في نفس الوقت رئيس لجنه التحكيم والمصالحه. طلعوا بالرسمي حتى الحكايه ذي مهمه على الاخر. اليوم شكون الخصم من غادي؟ هي الدوله شكون وزير وقتها؟ هو السيد المبروك كرشيد اللي هو شريك خالد الكريشي في مكتب المحاماه. عندهم مكتب محاماه، هذا نوع من تضارب مصالح ما تمش الاعلان هذا عليه. مش تضارب مصالح، مع احترامي للناس كل هذه سرقه مباشره. شوف انا نخلي القضاء هو اللي يحكم، انا ما نوصفش، انا نحكي وقائع، هذا هو دوري. شوف الوقائع تتمثل في انه بعد شهرين تقريبا من تولي مبروك رشيد كتابه الدوله الشؤون العقاريه، السيد خالد كريشي جاء عمل لنا نوع من التجريح، تخلي عن ملف وحيد هو ملف السيد سليم شيبوب. واضح. فلا ما فماش ملف في الازرستا، ما جرحش في نفسه. باش نرجعوا عليه نحكيو. ملف سليم شيبوب عطاه ملف، نرجعوا نحكيو عليه. قال شنو نتخلى على الملف هذا. ملف سليم شيبوب نحكيو عليه. خليني نفسر لك هنا باش تفهم الشركه كيفاش. ما مدام خلينا نفهمك حاجه، اليوم خلينا نكملوا في ملف السيد الازهر اسطع خاطر عندنا وقت، ما نجموش نتعداو الملف سليم شيبوب على خاطر اليوم عندنا ارقام خياليه. انا مش باش نحكي على ملف سليم شيبوب لهنا، انا باش حبيت نفسر انه السيد خالد كريشي يعني مع وزير املاك الدوله، يعني بما انهم تجمعهم الشركه كان الاولى وكان ضروري ومن الناحيه القانونيه انه يصرح هذا امام مجلس الهيئه. هو اعطى ورقه يقول فيها كانت تربطني بالسيد مبروك رشيد وكاتب الدوله نقراه كان تربطني به شركه محاماه. نقراه في حين الحقيقه انه الشركه نافذه، الشركه تعمل طيله عمل الهيئه،
وهنا اخفاء لحقيقه. خليني نوصل خاطر مهم على الاخر. 27 افريل 2017 تذكير باستقاله من لجنه التحكيم والمصالحه. قبلها لا ما هو التذكير، نحن نحكيو على الاول الاستقاله وهذا التذكير. لا فما اللي قبلها هي اعلام بتخلي. لا فما اللي قبلها اعلام بتخلي 4/11/2016 بعد شهرين من تولي مبروك رشيد. هو يقول هنا أتشرف بإعلامكم قراري بالتخلي عن النظر في ملف التحكيم والمصالحة عدد كذا المقدم من السيد محمد سليم شيبوب بصفته طالب التحكيم والمصالحة ضد الدولة التونسية. السبب شقول والذي كانت تجمعني به علاقة شراكة في مكتب المحاماة. لهنا يقصد في السيد هاكا قال هنا التي كانت تربطني بأحد أطراف هذا الملف. في الماضي. السيد المبروك رشيد كاتب الدولة ليملك الدولة والشؤون العقارية اللي لهنا عندنا ورقة زادة. ويقول انه نفس الحزب. هذه بون تنجموا تلقاوها على الانترنت ماهيش مسربة. تلقاو الشركة اللي كانت نتاع المحاماة اللي تثبت شراكة السيد خالد الكريشي والسيد المبروك رشيد في الملف هذا. الأدهى خلينا نرجعوا للورقة هذه. السيد خالد الكريشي لم يصرح بأنه كان محامي لسرستا. ما صرح لناش. جابوا عمل جلسة أولى يعني جلسة تحكيم المصالحة الأولى، ثم أبرم معه اتفاقية. هو اللي أبرم الاتفاقية المبدئية، هو اللي صححها. احكي لي كما حكينا. قلت لي راهو جاب شكون مثل علينا باللي هي محاميه السيد خالد الكريشي. اعطينا حقائق الناس تحب تعرف. راه جاب شكون مثلت عليكم اللي هي محاميه هكا ولا، ومن بعد اكتشفنا اللي هي الممثله القانونيه للشركه ما هيش المحاميه نتاعو. فيما بعد نلقى الملف هذايا بعد تقريبا الشهر، لانه هذه ملفات سريه. وقت اللي جيت نخدم فيها بصفتي نائبه الرئيس نلقى الملف على الغلاف الخارجي وراءه زوز اختام. الختم اللي بالحق يعني يثير الريبه ختم في الاستاذ خالد الكريشي بصفته مش رئيس لجنه تحكيم المصالحه، بصفته الشريك بشركه كذا كذا اللي هي تجمع مع مبروك رشيد وزير املاك الدوله. والختم الثاني الاستاذه سماح الخماسي المحاميه لدى الاستئناف اللي هي زوجة زميلي، زوجة خالد الكريشي ما تشتغلش معانا. يعني انت تصور ملفات الهيئه تخرج الى مكتبه العمل مكتبه الشخصي تتخدم غادي حتى على تلقى عليها يعني اختام زوجته المحاميه. فملف هذا يثير